السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ياسر غلاب، مواطن مصري، لا أنتمي لأي نشاط سياسي أو أي نشاط حزبي. كل اللي أنا بحاول أعمله إن أخلي بلدي دي أحسن. كان نفسي أول فيديو لينا يكون أحسن من كده شوية، بس للأسف في ظروف البلد دي كان لازم أبقى أعمل كده. أنا لسه راجع دلوقتي من صلاة جنازة على واحد معرفوش، قريب واحد صاحبي. للأسف الشديد يا جماعة، لما حد بيموت هو مش واحد بيموت، في أسر بتتأثر، في مئات من أصدقائه بيتأثروا. لما واحد بيموت يعني أم وأب فقدوا ابنهم، يعني زوجة فقدت زوجها، يعني أطفال أيا كان عددهم فقدوا ابنهم، فقدوا أبوهم. الموت صعب وتأثيره كبير. تأثيره مش يمكن أقل واحد بيتأثر بيه هو الميت، بس أكتر واحد بيتأثر بيه هو المجتمع. إحنا دلوقتي بقينا بنموت بعض وإحنا ما نعرفش بعض. زي بالظبط الحديث اللي قال من علامات الساعة أن يكثر الهرج اللي هو القتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. وللأسف الشديد دلوقتي بقت ايدينا ملوثه بدماء بعضنا البعض. مش لازم يكون ايدينا ملوثه احنا بنقتل بايدينا، قد يكون بتويته بنكتبها، قد يكون بستيتس بتاعت فيسبوك بنكتبه. يا جماعه ارجوكم، البلد دي بلدنا كلنا، لا اللي معارض كافر ولا اللي مؤيد جاهل، لا اللي معارض ده علماني ملحد ولا اللي مؤيد ده خروف بيتبع. احنا الاتنين في بلد واحده، كل واحد فينا ليه وجهه نظر، وفي الاخر كلنا هدفنا حاجه واحده، ان بلدنا تبقى احسن. مهما عملنا طول ما احنا بنختلف مع بعض ممكن نطلع احسن. امريكا فيها 4500 ديانه مختلفين مع بعض، لكن غرضهم حاجه واحده، ان بلدهم تبقى احسن. عشان كده بقت امريكا. احنا في مصر 3-4 فصايل مختلفين مع بعض مش عارفين نلم بعضنا. في ايه يا جماعه؟ احنا اللي جمعنا اكتر بكتير من اللي يفرقنا. شنط رمضان كانت بتجمعنا، اللي احنا دلوقتي ما بقاش نسمع عن حد بيلم لشنط رمضان اصلا. صلاه التراويح كانت بتجمعنا، اللي دلوقتي مش عارفين هنروح نصلي ورا مين، ولا ده اخوان ولا سلفي ولا ليبرالي ولا انهي حاجه. اللي بيجمعنا حاجات كتيره قوي قوي قوي. ليه مسكنا على الحاجات اللي بتفرقنا؟ عفوا انك الملعون ابو اي حاجه هتخلينا نقتل بعض، هتخلينا نفرق بيننا وبين بعض. انا بتكلم وانا جوايا حرقه، ان انا بشوف دلوقتي صحابي من الجنبين بيشتموا في بعض وبيتوعدوا لبعض. بلاقي واحد يقول لك لو واحد من الاخوان مات ما تقوليش دول يستاهلوا، الاقي واحد يقول لك دول علانيين ليبراليين كفره. انتوا الاثنين غلط، انتوا الاثنين غلط. لا الاخواني خروف ولا المختلف مع الاخواني يبقى علماني كافر ابدا. كلنا لينا نفس الهدف. بالله عليكم، بالله على اي حد يشوف الفيديو ده، ارجوك ما تكتبش اي ستيتس او تنقل اي خبر يزيد الاحتقان. ايدنا هتبقى ملوثه بالدماء. ايدنا قد يكون يوم من الايام نلاقي في ميزان سيئاتنا ان احنا قتلنا حد، لان احنا حضينا على قتل حد من غير ما ناخد بالنا. بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك اللي بتشوف الفيديو ده، لا تحض على قتل حد، ولا تنشر خبر كذب، ولا تنشر اي خبر حتى لو كان يحتوي صدق يزيد الاحتقان. اللهم ألف بين قلوبنا وجمع شملنا. أنا آسف إن أول فيديو حاد كده، بس اللي إحنا واقفين فيه في مصر دلوقتي عامل كده.